أدب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من قول رب العالمين: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. سبب نزول الآية كما قال المفسرون أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبن منه النفقة، وكان يغرن بعضهن من بعض، فآذينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرب العالمين أنزل هذه الآية بتقول: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. عاوزين دنيا تعالى أمتعكن يعني أطلقكن وتاخدوا متعة الطلاق. يعني أمتعكن مش أمتعك في الدنيا، لا، أمتعكن يعني تاخدوا متعة الطلاق، لأن المرأة المطلقة لا تاخد نفقة المتعة. أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يعني تطلقوا. يعني وإن كنتن تريدن الله ورسوله، طب لو مش عاوزين دنيا وترضوا على ضعف نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يقول عمر بن الخطاب لما سأله ابن عباس قال: كنا نقول أن غسان تعد الخيل لنا عشان غزو المدينة، فكنت أنزل يوما وينزل جاري من الأنصار يوما. يعني عمر بن الخطاب ساكن برا المدينة، ينزل يوم هو يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ويروح يبلغ صاحبه اللي جاره هناك برا المدينة، يبقى بيتناوبوا العلم بحيث علم رسول الله ما يضيعش ولا يفوت يوم. فبينما أنا ليلة استرق الباب، لأنه زي ما كنا لما قلت لك هم متأكدين أن قبيلة غسان هتهجم على المدينة، فكانوا مستعدين. فطرق الباب، فقلت: أجاءت غسان؟ قال: أشد من ذلك، لا ده حاجة شد. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته، بلغوا قال له أن الرسول طلق زوجاته. فأخذت ردائي وذهبت، فوجدت أناسا يبكون عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس قاعدين بيبكوا لأن الرسول ما طلع لهمش في اليوم ده. فالراجل الأنصاري لقى الرسول ما جاش، فراح بلغ عمر قال له: ده الرسول طلق، جت المعلومة إن الرسول طلق زوجاته. فدخل عمر المسجد، مسجد النبي، لقى الناس قاعدين بيبكوا جنب المسجد إن الرسول ما خرج لهمش، وإن في مشكلة كبيرة عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: فجئت فإذا بلال عند الباب، عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت: استأذن لعمر، يعني قول للنبي عمر على الباب. فدخل ثم خرج فقال: قد ذكرتك فلم يقل شيئا. قلت عمر بالباب، ما ردش عليه النبي. فجلست عند المنبر فأخذني ما أجد، برضه ما صبرتش، فجيت له تاني قلت: استأذن لعمر. فذهب فاستأذن، فقال: ذكرتك له فلم يقل شيئا. فرجعت تاني 3 مرات. المرة الثالثة بقى رجعت وأنا لسه برجع، قال: قد أذن لك، تعال ادخل بقى. مين اللي كان سابقه بقى؟ أبو بكر. فدخل لقى أبو بكر موجود، ولقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقال: طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر، هن، الرسول قال بقى ايه، هن الآن يطلبن مني النفقة، عاوزين مني نفقة، عاوزين زيادة. فقام أبو بكر الصديق إلى عائشة يجيئها يضربها، وقمت إلى حفصة أضربها. قلت: تسألن رسول الله النفقة وليس عنده؟ ثم قلت: يا رسول الله، لو أن زوجتي طلبت مني النفقة وجأتها في عنقها، لو زوجتي بتطلب مني نفقة أخبطها في رقبتها. فضحك رسول الله، يعني بدأت تفك الأمر إيه شوية، بدل ما كان زعلان صلى الله عليه وسلم بدأت الأمور إيه يعني تستاهل شوية. فوجدت الحصير قد أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول نام على حصيرة مأثرة في جنبه،
يعني ايه مقصره في جنبه؟ يعني الرسول حتى الرداء بتاعه واقع، والرسول لما كان نايم مقصره في جنبه الرداء. ده دلال على ايه؟ ادي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نايم على حصيره وما عندوش حاجه، حتى لدرجه ان الجلد اتاثر من الحصيره. والحصيره زمان على عهد الرسول مش زي الحصيره بتاعتنا البلاستيك دي، لا الحصيره هناك تاثر على طول، عم تعمل خطوط في الجسم تفضل فتره كبيره موجوده، لدرجه ان عمر اهوت الرسول قاعد بقاله شويه ولسه الحصيره مأثره في جنبه. فقلت يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هم من نعم وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انت رسول الله وللدرجه دي ما فيش اكل في البيت، النساء عاوزين نفقه وانت الحصير مؤثر في جنبك. فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أنت في شك؟ أنت شاكك؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني مش الموضوع مش موضوع دنيا، لا الموضوع آخرة. يعمل فيك اللي هو عايز يعمله الملك جل وعلا، كما يريد أن يفعل يفعل. وده نبي صلى الله عليه وسلم وقدوة للأمة كلها. يبقى أول موقف إن بيت النبي زي أي بيت بيحصل فيه مشاكل، وهم عايزين نفقه برضه. المرأة كده، المرأة ما بتصبرش، المرأة ما بتصبرش. تاني حاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعاني برضه، ما عندوش برضه نفقه ينفق. يبقى في مشاكل في البيت بين النساء وما عندوش نفقه ينفق عليهم. وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعير درعه يديه عند واحد عشان ياخد اكل صلى الله عليه وسلم، ومش عيب ابدا، مش عيب ابدا الناس تستلف وانت تستلف وفلان يحتاج وبتاعه، مش عشان نصلي ركعتين الفجر بقى مستني ربنا يفتح لي ابواب الدنيا والاخره. طالما صليت الفجر بقى ربنا لازم يديني بقى خلاص، لا. ادي النبي المقرب النبي المطهر محمد صلى الله عليه وسلم اهو البيت ما فيش اكل والنساء قلبين نفسهم عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى دي قدوه لنا صلى الله عليه وسلم. فآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا، حلف ان ما يقرب لهمش شهر كامل. فنزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن. نزلت الفرج. الرسول ضحك وبين ان دي دنيا، وبين وابو بكر قام مد ايده على عائشه، وعمر مد ايده على عائشه، وراح على طول النساء قالت لا نساله النفقه بعد اليوم، مش هنساله نفقه تاني خلاص، رجعوا لرشدهم. فنزلت الايه بقى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن، يعني اطلقكم واسرحكن سراحا جميلا. يعني طلاق ما فيش اي شر، ما فيش اي مشاكل، صراحا جميل. وان كنتن تريدن الله ورسوله، قدم ربنا الاول. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. تقول عائشه فلما نزلت هذه الايه بدا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيبدا لان ربنا قال له قل لازواجك، تقول له واحده واحده، تروح تقول له واحده واحده تقول لها الايه دي عايزه الله ورسوله ولا عايزه دنيا وتطلقي؟ فهي تقول فبدأ بي فقال لي إني عارض عليك أمرا فلا تستعجلي حتى تستأمري أبواك. أنا هقول لك على حاجة بس ما تستعجليش، ما ترديش، دلالة على إنه بيحبها. هو يخشى صلى الله عليه وسلم إن هي صغيرة وعاوزة نفقة، تقول له لا أنا مش عايشة أنا في العيشة دي. قال لا ما تستعجليش، لا اسألي أبوك وأمك الأول، لأن يعلم إن أبوه وأمها أعقل منها ومش هيرضوا أبدا أنها تطلق وتسيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إني عارض عليك أمرا فلا تستعجلي حتى تستأمري أبواك. ثم قرأ عليه هذه الآية قال أستأمر أبواي فيك يا رسول الله؟ بل أرضى بالله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت يا رسول الله لا تخبر نسائك بما قلت، يعني خلينا اللي فوق ما تقول لهمش عشان شوفوا ما عملوا ما بقى هم كمان. لا تخبر نسائك بما قلت، عشان ايه؟ هي عاوزه تشوف نفسها ايه افضل منهم. دايما المرأة هي المرأة هي المرأة. فقال لا والله لو ان سالتني احدهن شيئا عن كلا قلت، فما بعثت معسرا ولا منفرا ولكن بعثت مبشرا. انا مش بعسر اعسر على الناس وضيق على الناس كده، اللي هتقول لي كده اقول لها عشان تبقى انت قدوه الناس اللي يتابعوك. انا مش هعسر على الناس. دي توقفك وقفه مهمه جدا، وقفه مهمه جدا. حرص نبي الله صلى الله عليه وسلم على نجاة الناس، على الناس ينجو، ما يتمنوش الشر صلى الله عليه وسلم، ما يتمناش الشر لحد. انت اي واحد بس يضايقك بتتمنى ان قطر ياكله،
تتمنى ان ما يرجعش البيت عشان بس عمل لك حاجه صغيره. بيبان في الوقت ده قد ايه انت بتحب الخير للناس ولا لا، بتحب الناس، بتحب لهم الخير ولا لا. لما حد يعمل معاك خير قول يا رب جزاك الله خير، ولما يعمل معاك شر، هو اللي كان عامل معاك خير من فتره، من اسبوع، من اسبوعين، كان صاحبك، يوم ما قلب عليك وزعلتوا مع بعض تتمنى له الشر. طب لا، ده دلاله على ان القلب مش سليم للمسلمين، لأن القلب لابد أن يكون سليما للمسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لازم تحب لأخوك ما تحب لنفسك. فالرسول يحب الخير للناس، قال لا اللي هيسألني هأبلغه، فأنا ما بعثت معسرا ولا منفرا إنما بعثت مبشرا هاديا ومبشرا. وبذلك انتهت الأزمة اللي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بتكون لي وليك والفلان وحتى قيام الساعة نبراسا وضوءا وسراجا منيرا. لأن لما تيجي المرأة تقلب عليك عادي شوية، لما الدين يضيق معاك شوية عادي عليك شوية. اطلب من ربنا بس، حط وشك في الأرض وقول له يا رب يحلها لك. هو بيضيق ليه؟ عشان يحل. اوعى تخيل ان بيضيق عشان يضيق، لا، بيضيق عشان يحل، بيضيق عشان تقول له، عشان يسمعك، عشان يسمع صوتك، عشان يسمع عنتك، عشان يسمع دعوتك، عشان تقول له يا رب، عشان تقول له ماليش غيرك، عشان تقول له انا ضعيف. يريد ذلك. وزي ما قلت لك كل مره يقول ابن القيم جربت كل باب ادخل به على الله، كل باب دخلت على الله، باب الحمد وباب الشكر وباب البتاع، فما وجدت انفع من باب المسكنه. احسن باب تدخل عليه على ربنا ويستجيب لك على طول باب المسكنه، انك تبين له انك مسكين مش عارف تحل حاجه، مش عارف تعمل حاجه، تدخل عنه الباب ده على طول. واحد مسكين ببابك، واحد مسكين على قدام الباب ورن عليك وبيقول لك مسكين وحالته حاله، وانت تعلم فعلا انه مسكين وحالته حاله، هل هترده؟ لا، مش هترد. فما بالك بباب الكريم جل وعلا، الرحمن الرحيم جل وعلا. يبقى تدخل على الملك جل وعلا من باب المسكنه، من باب الذل والخضوع، يفرجها لك على طول، يخلي لك الامور كلها سهله. وخاصه احنا في ايام طيبه، ايام مباركه، الوقت ده الدعاء مستجاب والتسبيحه مستجابه والتكبيره مستجاب وكل حاجه مستجاب. ادخل على الملك جل وعلا من باب المسكن، قول له انا مسكين فقير وبقى لي فتره مش عارف احل الموضوع اللي انا فيه دوت، حله لي انت بقى من عندك يا ملك، انت الملك، انت ذو الجلال والاكرام. اللهم ردنا اليك مردا جميلا، عاملنا بما انت اهل ولا تعاملنا بما نحن اهل، انت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا، وزادا نلقاك به غدا ترضى به عنا. اللهم فرج هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، ادي دين على المدنيين، شوف برحمتك مرضى المسلمين، وارحم برحمتك موتى المسلمين. اللهم ارزقنا في هذه الايام اعمالا صالحه ترضيك عنا، وفقنا بتوفيقك، اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.